انا النهارده مش جايه لكم باختراع من عندي. انا جايه لكم بفكره هتسهل عليكم وقفه المطبخ. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه انا هعمل فراخ وكفته. فانا فرمت بصل في الكبه مع شويه ميه. هصفي البصل، هاخد التفل بتاعه هحطه مع الكفته، وميه البصل هعملها لتتبيله الفراخ. وكمان هفرم طماطم في الكبه وبرضه هحط معاها شويه ميه عشان اصفيها واخد الميه بتاعتها للفراخ والتفل بتاعها للكفته. هي فكره علشان لو بنعمل كذا حاجة وعايزين نشيلها في الفريزر هتبقى سهلة جدا وهتسهل علينا وقفة المطبخ تماما. انا هنا بعمل ممكن كمان على فكرة تنفع في المصايف. احنا هنا في الساحل والدنيا مش قادرين نقف في المطبخ وعايزين نشوي، فالتتبيلة دي كانت احلى حاجة. اول حاجة عندي مية بصل ومية طماطم، هوت صوص، ملح وفلفل والتوابل اللي انتوا بتحبوها، وعندي باربيكيو صوص، وعندي كمان شوية رايب، وعندي شوية خل. والتوابل بتاعتي انا حطيت ملح وفلفل وكزبره ناشفه وبابريكا مدخنه، وحطيت بهارات فراخ. لو عندكم مرقه فراخ باودر حطوها. اي توابل انتوا بتحبوها حطوها. انا عندي هنا فراخ محطوطه في محلول نقع، ميه وملح وسكر وخل وليمون. سبتها بتاع ساعتين، حطيتها في محلول النقع ده، وبعد كده طلعتها نظيفه فل نزلتها في التتبيله. ممكن تكيسوها وتشيلوها في الفريزر، وممكن كمان تشتغلوا فيها على طول. انا هنا شغلت شوايه الفحم عندي وشويتها على الفحم. ممكن تسووها في الفرن، ممكن تسووها في الاير فراير، هتبقى رهيبه معاكم. بصوا كانت التسويه تحفه. ولو عايزين تشووا على الفحم هتحطوا الاول التسويه على العظم وبعد كده تقلبوها على الناحيه التانية. هنا بقى للكفته ملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، وكمان البصل، تفل البصل وتفل الطماطم. لو عندكم بقدونس مفروم هيبقى احلى واحلى. بصوا بقى يعني ولا اسهل من كده. برضو ينفع نشيلها في الفريزر كده ونطلعها على التسوية، وممكن بالخلطة دي نحطها في عيش ونعملها زي الحواوشي. هنا بقى كنت مجهزة كمان الفحم، وهسوي الكفتة كلها على الفحم. ويسلم لو عندكم شوية مية بصل عليهم دبس الرمان وتدهنوا بيها الكفتة وهي على الفحم، هتبقى أحلى وأحلى. جربوها وألف هنا وشفا.